ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وبخير ان شاء الله. النهارده اول حلقه من حلقات انا والمشاعر. حلقتنا النهارده بتتكلم عن ست متجوزه بقالها 8 سنين، ومشكلتها الاساسيه ان هي عايزه تنزل تشتغل وجوزها مش راضي يخليها تشتغل. هي بتوصف حياتها انها مستقره وهاديه وجميله وكل حاجه، بس نقطه الشغل ديت مهمه جدا بالنسبه لها وهي عايزاها، وبتقول ان هو كان وعدها قبل الجواز ان هو هيبقى سبورت ليها لو حبت ان هي تبدا في حياتها مع الشغل. تمام، وهي متضايقه جدا ومش عارفه تعمل ايه. فبدأنا إن إحنا نتناقش، طيب في مثلًا مشاكل مادية فأنتِ محتاجة إن أنتِ تساعدي عشان المستوى المادي يبقى أحسن. قالت لي: "لأ إحنا تمام وحياتنا المادية مستقرة جدًا." طيب في وقت فراغ كبير وأنتِ محتاجة إن يبقى في حاجة بتعمليها في وقت الفراغ ده. قالت لي: "أنا تقريبًا ما عنديش وقت لإن عندي طفل 5 سنين والتاني 3 سنين، وأنا تقريبًا طول اليوم باجري وراهم ودنيتنا يعني وقتها مشغول طول الوقت." خلاص. طيب أنتِ إيه مشكلتِك؟ "لأ أنا مش هاضيّع حياتي على الأولاد والبيت وفي الآخر ألاقي نفسي إن أنا ما ليش لازمة في المجتمع ومش مهمة." وكلام كتير، 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 كتير. المحرك الأساسي ليه والمشاعر اللي مسيطرة عليها في كل الكلام اللي هي بتقوله دوّة هو عدم التقدير. هي حاسة بعدم تقدير، حاسة إن كل اللي بتقوم بيه، كل التعب اللي هي بتتعبه دوّة nothing، في الآخر هييجي على ما فيش. تمام؟ هنا عرفنا نوع المشاعر اللي مسيطرة عليها. خلّونا بقى كده نتكلم المشاعر دي اتولدت إزاي، وليه وإزاي إن إحنا نقدر نتعامل معاها. ومعلش هنا هاقسّم كلامي في جزء للراجل وفي جزء للست. تمام؟ وهابتدي بالراجل. بس بعد أي راجل مراته ست بيت ما بتشتغلش يركّز معايا في الكلمتين اللي هاقولهم هنا. أول حاجة دي واحدة كل المسلسلات اللي بتشوفها وكل الأفلام اللي بتشوفها وكل المشاكل اللي بتشوفها على السوشيال ميديا بتقول لها إن أنتِ لو حاطة جوزِك وعيالِك رقم 1 وما بتشتغليش فأنتِ يا هتتخاني يا هيتجوّز عليكِ، وفي الآخر أنتِ هتبقي حد مُهمّش ما لوش أي لازمة في الحياة. لكن once إن أنتِ اشتغلتِ فجأة هتلاقي فَتَك أحلام والدنيا هتبقى تمام وخلاص. فأنت مستني منها إيه؟ ما هي طبيعي إنها تبقى متوتّرة وخايفة وحاسة إن كل اللي بتعمله دوّة ما لوش أي لازمة طالما هي ما بتشتغلش، لإن في تيار مجتمعي بيثبّت الفكرة دي وبيوثّق الفكرة دي مع الأسف. ده أول حاجة. تاني حاجة، زي ما حضرتك بتحب إن هي تشكرك على الواجبات اللي أنت بتعملها، أنت بتصرف على البيت وبتجيب طلبات البيت وبتشوف طلبات العيال. تمام، أنت من ضمن الواجبات بس بنحب إن إحنا نشكر، شكرًا لحضرتك كتر خيرك ربنا يخليك لينا. هي برضه تحب تتشكر وتتقدّر على واجباتها ناحية أولادها. إيه المشكلة تقول لها تسلم إيدِك ربنا يخليكِ لينا، أنا عارف إن أنتِ تعبانة مع الأولاد. إيه المشكلة لمّا تلاقي إن الload كبير عليها تقول لها طيب اخرجي أنتِ مع أصحابِك في يوم وما لكيش دعوة بالأولاد أنا هاشيلهم عنِك. لازم تحس بالتقدير. لازم تحس إن أنت شايف حجم التعب والمجهود اللي هي بتبذله. فدي أول رسالة للراجل. رسالتي بقى للست، وهنا بقى هيبقى رسالتي للأمهات والبنات الصغيرين. مهم أوي، 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 وأنا باعلّم البنت إن يبقى عندها شخصية قيادية، وأنا باعلّم البنت إن هي تعتمد على نفسها، وباعلّم البنت إن أوكي الشغل مهم، بس الأهم كتير أوي، أوي من الشغل إن أنتِ تعرفي دورِك كأم هيبقى إيه. أهم دور الأم بتعمله ورسالتها في الحياة إنها تربي أولاد. مع احترامي الطرقات الكتير اللي إحنا بنشوفها والمشاكل الكتير اللي في الجواز اللي إحنا بنشوفها، إن ولا الراجل عارف إيه الواجبات اللي عليه ولا الست عارفة إيه الواجبات اللي عليها، إحنا بنتجوز وخلاص. فمهم أوي، أوي، أوي إن أنا أطلّع راجل أو أطلّع بنت عارفة إيه واجباتها وإيه المطلوب منها وإيه اللي ليها وإيه اللي عليها. دي حاجة مهمة أوي. بنتي قبل ما تتجوز لازم أعلّمها كده. بنتي من وهي صغيرة لو في يوم من الأيام اختارت إنها تتجوز وتبقى أم، لازم تبقى عارفة كده كويس ولازم نحسسها قيمة المهمة دي، وإن المهمة ديّة ربنا موكّلها للست أكتر من الراجل. هي اللي عندها الاحتواء الأكتر وهي اللي عندها الطبطبة الأكتر وهي اللي عندها الاستيعاب الأكتر. دي مهمة صعبة أوي، 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 أوي. ومهمة مهمة جدًا. ما ينفعش إن إحنا نغفلها. ما ينفعش إن أنا أقول لبنتي أنتِ سِت بيت. لأ، إيه سِت بيت دي؟ لأ، سِت بيت دي بتعمل حاجات كتير أوي مهمة. ست بيت دي بتتعب جدًا على فكرة، فلازم إن إحنا نقدّرها. تاني حاجة، عشان ما تُقعيش في الفخ بتاع أنا ما باعملش حاجة لنفسي وأنا متضايقة وأنا تعبانة طول الوقت، لازم يبقى في جزء لنفسِك. برضه التفاني طول الوقت وإن أنا ما باعملش حاجة لنفسي دي مش صح. بس مش لازم اللي أنا باعمله لنفسي يكون شغل. ممكن يكون يوم مع أصحابي هاخرج أعمل فيه اللي أنا عاوزاه، ساعة بس في اليوم أقرا فيها كتاب أنا باحبه. أي حاجة بتخرّجِك من الstress والضغط بتاع الواجبات اللي عليكِ. ولو حاجة بسيطة، لإن بمنتهى البساطة أنتِ كده بتحمي نفسِك. إن أنا أهوّة أنا عمري في يوم من الأيام ما هاحس إن أنا لأ، ده أنا ما باعملش حاجة لنفسي. لأ، أنا باعمل، حتى لو الحاجة دي بسيطة. ف ده ردي على صاحبة المشكلة. وأنا متأكدة إن المشكلة ديّة متكررة في بيوت كتير. فلو سمحت الراجل المفروض سِت بيت وسِت البيت تسمع الفيديو ده وتهتم بكل كلمة أنا قُلتها فيه. وإن شاء الله أقابلكم الحلقة الجاية من أنا والمشاعر مع حكاية جديدة.